هو مين اللي سمى ام علي بام علي؟ يعني ليه ما يكونش طلعت مثلا؟ ايوه، اللي هو مين علي ده ومين امه؟ عايز تعرف؟ هقول لك، بس علشان اقول لك شمع الفتله وتعالى احكي لك. شوف يا سيدي، محدش يقدر يختلف على ان اكله ام علي من اكتر الحلويات المفضله عند المصريين وغير المصريين كمان، وكل واحد بيتفنن ازاي يعملها احلى من غيره، بيعلوا على بعض يعني من الاخر. وبرضه يظل السؤال قائم، هي مين ام علي دي؟ شوف يا بيبي، اجابه السؤال ده يرجع لأكتر من 7000 سنة، لأن كتب التاريخ كلها أجمعت على إن أم علي دي هي الزوجة الثانية للملك عز الدين أيبك. وطبعا الملك عز الدين أيبك ده هو اللي اتجوزته السلطانة شجرة الدر أو شجر الدر. وطبعا مفيش حد على وجه الأرض ما يعرفش مين هي شجرة الدر وقد إيه كانت ست قوية وجبارة، ومن كتر جبروتها خلت جوزها الملك عز الدين أيبك ملك لمصر، لكن ملك في الظاهر بس، وده لان الشعب كان رافض ان واحده ست هي اللي تتولى زمام الامور، لكنها برضو فضلت تدير البلد تحت غطاء عز الدين ايبك لحد ما جات لها الفرصه انها تتخلص منه وتقتله. وهنا بقى ظهرت مراته التانية اللي هي ام علي علشان تاخد بطار جوزها وابو ابنها الوحيد، ودبرت حيله لقتل شجره الدر بشكل مهين لكرامتها، وحلفت انها تذل نفسها وتهين كرامتها حتى وهي بتقتلها، وخلت الجواري ينزلوا على دماغها بالابائيب لحد ما فرقت شجره الدر الحياه. وبعدها امرت الحراس انهم يرموها من فوق القلعه من غير اي هدوم. يا عيني عليك يا شجره الدر، لو كنت تعرفي انك هتكتبي شهاده وفاتك بايدك ما كنتيش اتسرعتي. بس هو البني ادم كده عجول وممكن يخلص على نفسه بنفسه. اللي يكيدك اكتر بقى ان بعد ما قتلتها ما اكتفتش بكده، واقسمت انها هتحتفل بموتها لكن على طريقتها، وعملت اكله عباره عن شويه رقاق وسمنه وسكر ودقيق ووزعتها على كل الناس احتفالا بموت شجره الدر. ومن هنا بقى يا سيدي سموا اكله ام علي بام علي. وبعدها تولى علي حكم مصر، لكن لمده سنتين بس، لان بعدها تم عزله وهاجر من البلد لحد ما فارق الحياة وتوفى، إلا إن اسمه فضل موجود ومخلد على مر العصور بسبب أكلة أم علي. عموما كده أو كده يا ريت ما تنساش اللايك والشير وتكتب لنا رأيك في التعليقات عن الفيديو، لأن رأيك يهمنا. بس يا سيدي، وهو ده أصل الحدوتة. بونوي.